ولا حاجة. انت ابو المشاكل كلها ولا نسيت؟ تحب اعدلك كام بلوة عملتها الاسبوع ده بس؟ نفسي اعرف ايه اللي هيحصل في العالم لو انتوا قعدتوا ساعة واحدة بس. ما تتخانقوش، ثانية على الاقل. لا بجد عندي فضول اعرف العالم هينفجر. دي حاجة تجنن. يلا بقى كلموا ماما عشان هي متعصبة جدا. ايه يا ماما مالك؟ هو احنا زعلناكي قوي كده؟ في خبر مش حلو. ايه يا ماما، بابا كويس ولا ايه؟ كويس يا انس، ما تقلقش. بس في خبر تاني. الخبر اللي مش حلو هو اننا هنروح الملاهي. يلا جهزوا نفسكم. مش قلتلك يا ماما؟ اهي دخلت عليهم اهي. حلو المقلب ده، تعيشوا وتاخدوا غيرها. والله حرام يا فدوى، دي اكيد يا شيخة فكرتك اكيد. ده انا رجلي مش شايلاني من الخضة. حتى انيسة اهي ما قدرتش تقف وقعدت. انت كويسة يا انيسة؟ اتجمدتي كده ليه؟ انا متجيش في بالي خالص ان هو مقلب. ماما اول مرة تعمل فينا كده يا ماما يا ست الحبايب، تعملي فينا كده؟ هي بصراحة كده ما كانتش راضية، بس انا اللي اقنعتها. بس قوليلي كده يا انوستي، انتي ليه خفتي كده بزيادة؟ هو انتي عاملة حاجة ولا ايه؟ لا ما عملتش حاجة، هكون عملت ايه يعني؟ والله ما عاملة حاجة. ماشي، انا هنكد عليكي بعدين، مش دلوقتي، بعد ما نرجع بقى. يعني انت مستنياني انبسط وبعد كده تنكدي عليا؟ انت ايه يا شيخة، شيطانة ابليس؟ ما هي دي قمة الاستفزاز. متعتي الحقيقية ان انا انكد على حد مبسوط، بالذات انتي وانس. مش قلتلك في الاخر هتطلع تاجرة اعضاء؟ طبعا الكلام ده من ورا قلبها، دي فدوى بتموت فيكو. باين يا ماما من نظرة عينيها الحنونة. طب يلا بقى، احنا هنروح الملاهي الفجر ولا ايه؟ يلا بقى روحوا جهزوا. حاضر يا ماما حالا. انا بالنسبة لي بقى يا ماما لابسة من امبارح. يا لهوي، اللعبة المرعبة دي انا نفسي اوي اجربها بس خايفة لا يجري تحت وتاخدني. تفتكري ده ممكن يحصل؟ الله يا انيسة، جميلة جدا اللعبة دي، ما تيجي نلعبها. يا سلام، انت عاوز تخلص مني ولا ايه؟ والله ما انا لعبها من غيرك. يا زكية، ما انا هركب بعدك، الدور اللي بعدك يعني. لا، يا اما انا وانت سوا يا اما مش هركب خلاص. خلاص تعالي، امر لله. كان نفسي يا شيخة جراني تاخدك واخلص منك يا شيخة. ايه التجربة المرعبة دي يا شيخة؟ والله كانت تحفة. عاوزة تاني دور كمان. يا ماما هرجع. والله عيل جبان. تعالى يا انس بس. يلا يا انس هلعبها من غيرك. ايه ده ما جاش؟ يبقى خلاص. خد كده يا انس، جرب دي. ها، حلوة عليا؟ حلوة جدا، ده انت بقيت شبه الاخطبوط بالظبط. طب خدي كده جربي دي يا انيسة. ايه المنظر ده؟ دي لايقة عليكي موت والله، اللي جابها لك في عيد ميلادك. تعالي يلا وبطلي الهبل اللي احنا بنعمله ده. تعالي بقى نجيب لنا جيلي ناكله او حاجة حلوة. ايه ده يا انيسة، هي البنت دي تايهة من مامتها ولا ايه؟ تعالي كده نشوفها. انتي اسمك ايه؟ شكلها لسه صغيرة مش بتقدر تتكلم يا انس. احنا ننده ماما تشوفها وتيجي تدور لها على مامتها. ماما يا ماما، في بنت يا ماما تايهة من مامتها وعمالة تعيط واحنا مش فاهمين منها ولا كلمة. شكلها اساسا لسه مش بتعرف تتكلم. يا حرام، ده احنا كده لازم نلاقي مامتها. صح يا اصحابي، نسيت اقول لكم ان انا عملت صفحة على الفيسبوك وسميتها ستوريز باي ديدا على اسم القناة. يلا ادخلوا على الصفحة واعملوا لها لايك، لاني بنزل عليها كل اخبار القناة.
لو تحبوا يعني تعرفوا مواعيد القصص هتنزل امتى. يلا نكمل قصتنا، يلا. وبعدين بقى احنا بقالنا اكتر من ساعة بنحاول ندور على مامتك، يعني مفيش اي حد من اللي شفناهم دول مامتك. طب انا عندي فكرة، انا ممكن اخلي حد مسؤول هنا ينده في الميكروفون ان في بنوتة تايهة ومامتها تيجي تاخدها من مبنى الإدارة، وبكده هنحل المشكلة. يا جماعة في طفلة تايهة، لو في حد فيكو تايه منه طفلة شعرها بينك ولابسة فستان أبيض وحاطة وردة بيضة في شعرها يتوجه إلى مبنى الإدارة حالا عشان ياخد البنوتة. معقولة كل ده ومامتها لسه ما جاتلهاش؟ معقول يعني تكون سابتها ومشيت؟ ازاي اساسا ممكن تعمل كده؟ دي اكيد مش دي 44. انس هديك على وشك ماشي؟ هو ده يعني موقف ينفع نستظرف فيه؟ البنت حرام صعبانة عليا جدا وانت عمال تضحكني. ده ايه بجد البرود ده؟ والله وانا كمان صعبان عليا. هو انت يعني فاكرة ان قلبي حجر؟ ما بحس يعني زيكم، بس الإفيه طلع معايا. خلاص انا اسف، اصل انيسة بتتحول لوحش لما بتقول. طب يا ماما احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا كده لازم نوديها القسم وهما يتصرفوا مع البنوتة. غريبة جدا، احنا ما جلناش اي بلاغات عن طفلة تايهة. على العموم احنا هنشوف كاميرات المراقبة احتياطي برضو وهنتواصل معاكوا تاني. دلوقتي خلوا البنوتة دي معاكوا وهنتواصل معاكوا تاني. الله، يعني النانا العسولة دي هتروح معانا؟ الحق يا انس، دي مبسوطة واحنا كمان مبسوطين جدا انك هتيجي معانا. ياي! بصي يا نونا، ايه ده؟ هو انا افضل اقولك على طول يا نونا يا نونا يا نونا؟ انا عايزة اسميكي اسم كده يكون لايق عليكي. ايه رأيك هسميكي ليا؟ تطلع ما ضحكتي يبقى عجبك. بصي بقى انتي هتنامي جنبي انا، مش كده ولا ايه؟ اصل مش هينفع خالص تنامي جنب فدوى، اصل هي وهي نايمة بتلعب كونج فو، ولا حتى ينفع تنامي جنب انس علشان هو اساسا ولد، وكمان علشان بيني وبينك كده هو بيشخر وهو نايم. هو اساسا عنده اللحمية والمفروض يعمل عملية، بس هو بيخاف من الحقن. اسرار البيت ايه اخبارها يا انيسة معاكي؟ اسرار البيت في امان، ما تقلقش اسرارك في بير. مش حاسس اني مصدقك، بس عارفة لو عرفت انك قلتي بس يا انيسة سر واحد من اسراري ليها هعمل ايه؟ هقول على اسرارك انت كمان وافضحك، عشان انت عندك اسرار احلى مني. ها؟ لا عيب، خلاص. هو انا عبيط عشان اقول لها اسرارك؟ العبط بس اللي بيقولوا كده. تعالى بقى يلا عشان ننام، ولا احنا مش هننام ولا ايه؟ الحقي يا ماما، التلفزيون اتكسر. يا نهاركو أبيض، اتكسر ازاي؟ أنيسة، أنس. نعم يا ماما، هو في ايه؟ هو انتوا بتزعقوا لي كده على الصبح انتي وفدوى؟ مين فيكو اللي عمل المصيبة دي؟ مش انا يا ماما، انا اخدت ليه في حضني ونمت بدري اساسا. ليه مين؟ ليه يا ماما؟ ده الاسم اللي انا سميته للنونة اللي احنا لقيناها امبارح تايهة. مش موضوعنا دلوقتي. مين فيكو اللي عمل كده؟ انت ساكت ليه يا انس؟ ما تتكلم، ما انت اكيد انت اللي عملت البلوة دي. انس يا ماما هو اللي بيقعد يفرج طول الليل في البيت، رايح جاي، وطالما انس ساكت يبقى هو. انا مش ساكت عشان مذنب، انا ساكت من الصدمة. في ماتش مهم جدا جاي النهارده، هشوفه فين؟ يعني ولا انت ولا هي كالعادة. طب اسبوع والله العظيم مفيش مصروف لحد ما اللي عملها يعترف. خش اوضتكم. انيس ابوس ايديكي يا انيس، اعترفي لماما. انا كان نفسي اجيب حاجه حلوه ومش معايا ولا مليم. انت هبل يا انس ولا انت في حاجه في دماغك؟ اعترف على الحاجه اللي ما عملتهاش. امال مين يعني اللي عملها يا انيسه؟
شفتني وانا بعملها؟ لا. امال لا بتفتري عليا والله العظيم، طريق اكل الجحيم. انا بس مستغربه، ولا انا ولا انت، واكيد يعني مش فدوى. امال تكون النونة ليا يا أنيسة. ازاي بس يا انس؟ دي نانا هتعرف تكسر التلفزيون ازاي؟ أنا هتجنن وأعرف مين اللي عملها، وحرمنا من المصروف، كان نفسي في شيكولا. هي يا أنس حليت الشيت؟ حاضر يا ماما، حلو حالا اهو. ماما، هو أنا يا ماما لو حليت الشيت كويس هينفع إن أنا بس أجيب آيس كريم؟ طب خش بس هات وأنا هقرر. فريرة يا ماما. هو ده اللي انت حليته؟ انت مش حالل ولا سؤال واحد. إيه؟ إزاي يا ماما أنا متأكد إني حليته؟ أمال أنا يا ماما كنت قاعد بعمل إيه في الأوضة؟ وريني كده طيب يا ماما. ده أبيض سيراميكا. إزاي يا ابني؟ هو أنا حليتك في الحلم ولا إيه؟ لأ، بس هو شكله كده كان فعلا محلول واتمسح. هو انت كنت شاكك في اجاباتك ومسحتها ولا ايه؟ ده يا ماما أنا أساسا ما استخدمتش الأستيكة جوه الشنطة زي ما هي من امبارح. أمال مين من مصلحته يعمل فيا كده؟ أنيسة. نعم يا أنس، عايزة إيه ده؟ هو أنت بتعيطي ليه؟ يعني ما تعرفش؟ لا ما أعرفش، وأنا هعرف منين؟ بشم على ظهر إيدي يعني؟ ما تقولي أنت يا أنيسة وتخلصي. مفيش، أنا بس ماما قالت لي روقي الأوضة يا أنيسة، وفعلا روقتها وخليتها فلة. طلعت أقول لماما إن أنا بس روقتها وخليها تشوف. رجعت لقيت الأوضة مكركبة جدا وماما عجبتني. إيه ده؟ ده نفس اللي حصل معايا. هو في إيه؟ هو عفاريت شقة المصيف جت ورانا ولا إيه؟ كده يا أنيسة في حاجة غلط ولازم نكتشفها. ما تلعبي بقى عادل يا أنيسة، وأنت مش بتعرفي تلعبي؟ ثانية بس، هخش الحمام واجي تاني. انس انت مش هتصدق اللي انا شفته يا انس. ايه يا أنيسة؟ مالك مصدومة كده ليه؟ هو انتي اتولدتي تشربي في الحمام ولا ايه؟ مش وقت هزار، انا شفت حاجة مرعبة وغريبة في نفس الوقت. انا كنت فاكرة ان الحمام فاضي، ودخلت كده عادي الحمام، لقيت لي النونة الصغننة اول ما جه عليها مية وهي بتاخد شاور اتحولت لواحدة عجوزة وشكلها سيء جدا. نعم. انا عارفة انك صعب تصدقني، بس تعالى شوف بنفسك. يعني طول الفترة اللي فاتت دي وهي بتوقعنا في المشاكل ومكرهة ماما فينا عشان تاخدها وتبعدها عننا؟ احنا لازم نكشف سرها قدام ماما. ماما. نعم يا أنس. هو الظابط يا ماما رد على حضرتك بخصوص ليا؟ رد عليا وكان مستغرب جدا، لأن مفيش أي بلاغ عن أطفال مفقودة. دي حاجة غريبة جدا. بقولك ايه يا ماما، احنا كنا عايزين نروح البسين، ايه رأيك؟ خلاص بلاش، شكلها كده مش عايزة تروح. مش عايزة تروحي البسين ليه يا ليا؟ قولي لنا مش عايزة ليه تروحي البسين؟ ما انتوا عارفين انها لسه مش بتتكلم. خلاص بقى يا ليا، ما تزعليش نفسك، تعالي نروح نلعب شوية في الأوضة. خلاص مش هنروح البسين. طب يا ماما احنا كنا عايزين نتكلم معاكي يا ماما. ما انا قدامك اهو يا أنيسة، قولي اللي انت عايزاه. لا يا ماما لو سمحتي على انفراد. ايه الهبل ده؟ طب روحي انت يا ليا العبي بالدباديب لحد اما اجيلك. نعم يا أنس، اديني مشيتها اهو. كل المشاكل يا ماما اللي حصلت الفترة الأخيرة دي كانت بسبب ليا. نعم؟ ازاي؟ انتوا هتجيبوها يعني برضو في البنت الغلبانة الكيوتة دي؟ غلبانة ايه يا ماما؟ دي ساحرة. هو حضرتك يا ماما جربتي تحميها قبل كده؟ بصراحة مش بقدر عليها، كل ما بتشوف المية بتقعد تعيط وبترفض خالص تاخد شاور. احنا لا عارفين السبب يا ماما. ممكن بس يا ماما نطلب منك طلب؟ حضرتك بس يا ماما هتاخدي كوباية المية دي وترميها على راس ليا. ايه ده؟ انتوا ازاي عايزين نعمل كده في البنت؟ لو سمحتي يا ماما اسمعي بس كلامنا وانت هتعرفي ايه اللي هيحصل. خلاص ماشي، امري لله. ليا تعالي هنا اقعدي جنبي.
عشان كده مفيش بلاغات اختفاء أطفال. أنا أسفة إني كنت بزعق لكم كتير بسببها، وفي الآخر طلعت هي السبب.